caught in the crossfire. Was caught in the السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض هنشوي سمكة الطبار زي ما انتوا شايفين اهو. سمكة الطبار دي اللي بتنعمل فسيخ برضو، بيبقى طعمها خرافة طبعا زي ما انتوا شايفين معانا اهو. انا دلوقتي بحط عليها الردة وحطيتها اهوت. انا شويته على البوتاجاز عادي. طعمه بيبقى جميل والله، جربوا ان شاء الله مش هتندموا. احنا كنا غسلناه كويس وكنت حطيت عليه ملح وليمون وسبته شوية عشان الزفارة برضو. نغسل الخياشيم بتاعته كويس اهو. وكنت عملت جنبه رز بشعرية كده اهو زي ما انتوا شايفين معانا. انا كنت عصر عليه، بوريكم يعني. انا كنت عصر عليه الليمون وهو ني لسه، وغسله حلو بالملح والليمون وكده عشان ريحة الزفارة اللي فيه. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو احنا بنشويه كويس وبنقلبه. الحته اللي بتبقى بيضه بنقلبها كده ونقلبها كده، ومش باخد وقت خالص في الشوي. في ثانيه بنشوي، مش باخد ربع ساعه اهو زي ما انتوا شايفين معانا. هي سمكه الطبار بتبقى جميله وطعمها بيبقى كويس خالص وبيبقى حلو يعني، جربوه. دي السمكة اللي بتنعمل فسيخ برضو، ممكن تجيبيه وتعمليه فسيخ. هنبقى نعمله مع بعض، هشتريه واعمله لكم مرة طريقة تخليل الفسيخ، وهنشوفه مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين معانا. يا رب بس يا جماعة مش تنسونا في اللايكات والنسبة، بس تكملوا الفيديو للآخر عشان نسبة المشاهدة تزيد، عشان نحقق الشرط التاني ان شاء الله. وتعملنا لايك، اللي يسمع الفيديو يعمل لايك. ربنا يبارك في ولادكم يا رب. انا كنت عملت الرز ابو شعريه اهو. انا بحب اعمل معاه رز بالصلصه، يعني رز بطماطم اللي هو الاحمر ده، بس طبعا الطماطم غاليه زي ما انتوا عارفين، فقلنا نعمله كده بشعريه اهو زي ما انتوا شايفين معانا. كلم فلفل وجميل، واكله سهله وسريعه اهيت. وغيره يعني، مش كل مره سمك، برضو بنغير. وعجب الاولاد خالص. في حدانا من الاولاد مش بيحبوا السمك، حبوا الطبار. وسهل وسريع وبنشوي، مش باخد وقت. لو وصلتوا معانا بس في الفيديو لحد هنا، مش تنسونا في الاشتراك وتعملنا لايك اهو زي ما انتوا شايفين معانا. الليمون ده طبعا الطبار مش بنعمل له دقة السمك اللي هي فلفل وتوم، لا، انا بحط عليه شويه كزبره ناشفه وشويه كمون وملح كده واعصر عليه ليمون. هو الطريقه ديت الحلوه له اهو زي ما انتوا شايفين معانا. بتحطي من الكزبره والكمون عليه كده زي ما انت كاتري، يعني مش هتخافي، مش هيبقى مملح ولا حاجه، هيبقى حلو يعني، ملحه هيبقى مظبوط. وتعصر ليمون كتير، هو بيحب كده. وفي اي كيسه نظيفه بتروحي جايه حاطاه فيها كده بالطبق اللي انا حاطه فيه ده، عشان يعني ايه، يشرب من الحدق والبخار بتاعه يبقى منه فيه كده، يبقى طعمه جميل ان شاء الله. جربوه مش هتندموا اهو زي ما انتوا شايفين معانا. كتر في الليمون، هو بيحب الليمون اهو. ربنا يبارك في ولادكم جميعا يا رب اهو. كان سمين خالص والله. طبعا الطبار انا مش بفتح بطنه في الشوية، مش بنفتح بطنه خالص. وكان بطنه نظيفة جدا، وكانت كلها يعني دهنة، كانت نظيفة خالص، وكان طعمه جميل والله، عجب الولاد خالص زي ما انتوا شايفين معانا اهو. ربنا يجعله بألف هنا وشفا، وجربوله للولاد. ودلوقتي هنغرف ونوريكم حاجة بسيطة كده. ربنا يجعلها بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. مش تنسونا في الاشتراك واللايك لو الفيديو عجبكم. ومع ألف سلامة.